السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذه الحلقة من البودكاست غادي ندوي على كمية الجاذبية ما بين المرأة والرجل. وملي كنقول المرأة والرجل كنعني مؤسسة الزواج، لأنني ما كنشجعش العلاقات قبل الزواج لأنها محرمة، وهذا الشيء كلنا كنعرفوه. تاني حاجة عندها سلبيات كتير، فمن هنا كنقدم واحد النصيحة لجميع الناس اللي باقين بلا زواج: من الأحسن ما تدخلوش في علاقات غير شرعية. فهنا أنا ما كنفتيش، ولكن كنفضل أن الإنسان يدخل العلاقة الزوجية وهو نقي. كنتمنى تفهموا الميساج ديالي، وبلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. وغنبدا لكم الحلقة بواحد التساؤل اللي هو: واش ما عمرك شي نهار فكرتي تكون شخصية جذابة، خاصة من طرف الناس اللي كتبغي؟ أي إنسان فينا يعني كيبغي يكون كيجذب الطرف الآخر اللي كنعني به الزوج أو الزوجة. كيفاش لما كتكون رقم واحد عند راجلها كتكون مميزة عنده، وكيفاش الراجل كيكون رقم واحد وكيكون مميز عند مراته. هاد النقطة شكلات عند العلماء علامة استفهام اللي بغينا نقوله، وبحثوا فيها وتعمقوا فيها ووصلوا لهاد الدراسة اللي غنقولها لكم اليوم باش تزيدوا من الجاذبية ديالكم. اكتشفوا باللي اللايف ستايل ديال الإنسان هو اللي كيحدد الجاذبية ديالو. اللايف ستايل هو كيفاش كتدوز الحياة ديالك، وقتك، وكيفاش كيشوفوك الناس، شنو هما الحوايج اللي كتدوز فيهم وقتك. هادشي باش كتحدد كمية الجاذبية ديالك. علماء النفس اكتشفوا شي حوايج لفتات الانتباه ديالهم وخلاتهم يتعمقوا في هاد البحث. اكتشفوا باللي جاذبية النساء كتزاد ملي كيدخل مثلا راجل للدار وكيلقى ماتو كتهتم براسها ولا كتلعب سبور، مهم كتبان ليه كتهلا في راسها. بدا هاد البحث كيطبقوه على بزاف ديال الناس، واكتشفوا في نهاية البحث 5 الحوايج كتزيد من الجاذبية ديالك، سواء الناس اللي عايشين معاك سواء الناس اللي ما عايشينش معاك. اكتشفوا 5 الحوايج كتجذب راجل لمراتو. اول حاجه ملي كيشوفها كتمارس الهوايه اللي كتبغي. تاني نقطه ملي كتلعب سبور. ثالث نقطه ملي كتبان ليه كتهلا في راسها. رابع نقطه ملي كتكون كتقرا شي كتاب. واخر نقطه ملي كتبدع في دارها وكيبان الفرق في الدار من ناحيه النقا، التقاليد، تناسق الالوان، كيفاش مديكوريا الدار، المهم الابداع ديالها في دارها بصفه عامه. هاد الحوايج كتزيد من جاذبيه الرجل للمرأة ديالو، عكس من راجل الى دخل مثلا للدار ولقى مراتو غير كدوز في الوقت، مثلا غير متكيه وكتفرج في التلفازه ولا كتضيع وقتها غير في التفاهات، ما هي من المهلين في راسها، ما هي من المنقين الدار. مهم هاد اللايف ستايل انا كنتمنى من كاع النساء والرجال يطبقوه. علاش؟ لان اول حاجه ملي غتطبقوا مثلا واحد المرأة غادي تطبقوا، غتولي تمارس سبور، غتولي تهلا في راسها، غتولي تدوز وقتها في القرايه ديال الكتوبه، في تقداها. هادشي اولا غيعود عليها بالنفع هي اولا هو، انا كنخاطب الذكر والانثى يعني كلا الطرفين، غيعود بالنفع عليكم. اولا غتزيدوا تكتسبوا واحد الثقه في نفسكم، لان ملي كنبداو من راسنا وكنحبوا الذات ديالنا وكنتهلاو فيها كتولي عندنا واحد الثقه عاليه في نفوسنا. وملي غتولي عندك واحد الثقه في نفسك غتنعكس على الذات ديالك، وغتنعكس على الطريقه ديالك في والطريقه ديالك والاسلوب ديالك في الحوار. هنا غتولي عندك واحد
الطاقة اللي إيجابية كبيرة، والهالة ديالك كلها غتولي إيجابية، وغتولي تجذب لك الناس غيوليو يبغيو، وشريك الحياة ديالك غيولي يبغيك كتر وكتر. وهذا الشيء اللي باغين حنا، باغين مؤسسة الزواج تزيد القدام، يعني كل ما زادت القدام ما تنقص نسبة الطلاق، وغادي يولي مجتمع اللي هو زوين وهذا الشيء اللي بغينا. المهم ما نطولوش في الموضوع وندوزو ل5 النقاط اللي كتجذب المرأة لراجلها، واللي عندهم نقطة مشتركة واللي هي ممارسة الرياضة. تاني نقطة، ملي كتشوفو يجتهد وكيحاول يعاد المستقبل ديالو، ملي كتشوفو مشغول باش يأمن واحد المستقبل اللي مزيان ليها ولوليداتها. ثالث نقطة، ممارسة الأعمال الإنسانية. أشنو كنعني بممارسة الأعمال الإنسانية؟ اللي هو أي عمل كيبين على الإنسان اللي معاها أنه إنسان مزيان، بحال يكون كيتهلا في والديه، كيعاون الناس اللي محتاجة، مهم أي حاجة كتبين أنه إنسان مزيان. رابع حاجة، التعبد، ملي كيبان ليها كيصلي وكيذكر الله، كيقوم الليل، كيقرا القرآن، كيجتهد باش يمشي يحج، هادشي كله العبادات كلها والعقائد هو تقارب الله وكيديروهم عن حب. ولكن المام اللي كتلاحظ هادشي في راجل كتزيد تعلق بيه وكتنجذب ليه. خامس حاجة واللي هي الأخيرة، ملي كيمارس شي حوايج اللي كتزيد من الذكاء ديالو، وملي كتشوفو كيطور في راسو، يعني كيكافح باش يطور راسو، كيوصل لواحد المراتب اللي هي عليا. يعني هذه هي الدراسة ديال اللايف ستايل. ولكن كاينين بزاف ديال الحوايج كاع العالم متفقين عليها باللي كتزيد من جاذبية الشخص، بحال الاهتمام بالأناقة، درجة الجمال، الفلوس، المنصب، المكانة الاجتماعية، تقدير الذات، نوع الأسلوب اللطيف واللبق، أسلوب الحوار، وبزاف ديال الأمور. هاد الحوايج متفقين عليها كلنا وكنعرفوها من شحال هذا. ولكن اللايف ستايل هو واحد التركيبة ديال حياتك، هو شنو هما الحوايج اللي كتدوز فيهم الوقت ديالك. هاد اللايف ستايل كيخلي منك تبان واحد الشخصية جذابة. هاد الحوايج اللي كتخلي الواحد ديما ينجذبوا ليه الناس، سواء في الخدمة، سواء في السفر، سواء في العلاقات ديالو مع الناس. ولكن التركيز ديالي في هاد الحلقة على الحياة الزوجية. إلا مارستوا هاد الحوايج غتجذبوا شريك حياتكم بشكل كبير. وكيف قلت لكم هادشي اللي بغينا العلاقة الزوجية تزيد لقدام، لأنه ولينا كنشوفوا نسبة الطلاق كترات، وهادشي ماشي غير كيجيو الإنسان وكيطلق. أولا واحد جوج الناس كيتلاقاو كيدخلوا العلاقة الزوجية بدون وعي، ما قاين عليها، ما فاهمين عليها والو، وزيد كتكون عندهم واحد الخلفية على الزواج اللي هي وهمية من كثرة يعني كيعيشوا في الخيال في المسلسلات. في هذا ملي كيدخلوا العلاقة الزوجية كيلقاو واقع آخر، لما كتفكر في حوايج وراجل كيفكر في حوايج، يعني ما كيتعرفوش راسهم باش يقاو العلاقة الزوجية من ناحية ديال الإسلام، العلاقة الزوجية من ناحية بزاف ديال الكتب. كاينين بزاف ديال الكتب على العلاقات الزوجية، يعني فيها باس الإنسان يتعرف ويوعى قبل ما يدخل مؤسسة الزواج، لأنها ماشي لعبة، خصوصا ملي كيكونوا وليدات. الإنسان يكون واعي بهذه الفكرة ويبحث ويخلي العلاقة الزوجية ديالو، لأن الله سبحانه وتعالى قال لك ها هو الزواج واحد الميثاق غليظ ما بين، خاص نحافظوا على داك الرابط ما بين المرأة والرجل. يعني ملي غادي نطبقوا هذا اللايف ستايل كيكون عندنا واحد الهدف اللي هو ديني وإنساني واجتماعي. ديني اش كنعني بيه؟ ان ديك العلاقه الزوجيه ملي غادي تبقى داك الميثاق بيني وبين راجلي، اولا طريقه ديال العباده، لان الزواج مذكور في القرآن
وعنده واحد الخصال اللي كبير انك تحافظ على المؤسسه اللي دخلتي ليها. من الناحيه الاجتماعيه ان ملي كيكونوا وليدات وما كيكون كتحافظ على داك الزواج، فالوليدات كيكبروا في واحد البيئه اللي زوينه وكيكبروا صحيين وكيشوفوا والديهم حداهم. مهم مؤسسة الزواج إلا بقينا محافظين عليها بزاف الحوايج اللي كيبقاو زوينين وكنحافظوا على المجتمع، لأن بوليداتنا باش إلا كمل الزواج الوليدات ديالنا كيكبروا مزيان والمجتمع كيكبر زوين. مهم أنا كنتمنى من كاع رجال وكاع العيالات يطبقوا هذا اللايف ستايل، ومهم يجربوا هذا اللايف ستايل ويشوفوا التغيير اللي غادي يكون يوقع على حياتهم. وانا متاكده باذن الله غيكون تغيير اللي هو زوين، لانك غدير واحد الحاجه اولا باش ترضي الله، ثانيا غترضي راسك لانك غتكون راضي على راسك 100% ملي غتهلا في راسك وغينعكس داكشي عليك، وثالث حاجه غترضي شريك الحياه ديالك اللي هو عايش معاك ومن حقه يشوف واحد الانسان عايش معاه اللي في صوره بقى. بلا ما نطول عليكم كنتمنى من الحلقه تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في البودكاست الجاي. كانت معكم كوثر من بودكاست جوج، والسلام عليكم.